بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا إن الله علم على واجب الوجود، وعلم واجب الوجود هو الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به. ولله أسماء كثيرة كما روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أي بخصوصية أو استأثر به في علم الغيب عنده. فلا نظنن أن أسماء الله هي كلها هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى أن نعلمها. ومن الجائز أو نص الحديث يفيد أن الله قد يعلم بعض خلقه أسماء له، ويستأثر بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه. حين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أن الأسماء الأخرى ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة. فإذا قيل القادر مع أن ذلك وصف يوجد في البشر نقول ولكن القادر إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله، والسميع كذلك والبصير كذلك والعليم كذلك. وقلنا إن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تجد له مقابلا، ومنها ما لا تجد له مقابلا. فالذي تجد له مقابلا إذا قيل لك المحيي تجد المميت، المعز، المذل، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو مميت لغيره ومعز لغيره ومذل لغيره. لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات. فهو حي لا نأتي بالمقابل، عزيز لا نأتي بالمقابل، ولكن معز نقول ايه؟ وحي ما نجيش بالمقابل، انما محيي نأتي بالمقابل. فدي اسمها صفة فعل. فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير، لكن صفة الذات لا يتصف إلا ايه؟ إلا بها. حينما قال الحق الله ويريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه أو المتعلقات به، أول شيء قال الله لا إله إلا هو ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب أن نعلم أن إلا هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن يوجد آلهة خارج منها الله. يعني لو كان الله وإياهم تبقى صح، لو كان الله معهم، لو أنها للاستثناء لكانت تبقى للإخراج. ما فيش آلهة خارج عنهم ربنا، يبقى في آلهة داخل فيهم ربنا. يبقى إن هي ما تحققش الوحدانية، لأنه يبقى له إيه؟ يبقى له شريك. لا، ده مش إلا الاستثناء، دي إلا اسم يعرفوها إيه؟ إلا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، كأنه لا إله غير الله. ما فيش إله غير ربنا. ولذلك غير إلا ما يظهرش عليها الإعراب، إلا لا يظهر عليها الإعراب، يقول وهي بمعنى غير، هتبقى مرفوعة. فجعلوا الضمة اللي كان يجب أن تكون على إلا نظرا لأن إلا مبنية جعلوها على ما بعدها، على ما بعدها. يبقى الإله الله، لا إله غير الله. مفهوم الكلام ده؟ يفهموها طيب اهي. يبقى إلا ليست أداة ايه؟ استثناء، لأنها لو أداة استثناء كان يبقى منطقها ايه؟ لا توجد آلهة خارج عنها الله، يبقى توجد آلهة وإياهم الله معهم الله. هو مش الكلام كده، لا إله إلا الله يعني ما فيش غيره.
وقلنا ان هذه القضية معها دليلها، وإلا فلو كان فيه اله اخر يقول لنا بقى يعلمنا. نعم. الله لا اله الا هو. واعجبني الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام. كان الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله متأثرا بالشاعر إقبال، شاعر الباكستان. والشاعر إقبال كان له شيء اسمه المثاني، يقول بيتين شعر في معنى وبيتين شعر في معنى، وكان غالب عليه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، فكان متأثر بها الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، فجعل له في مثاني أيضا يعني يناظر فيها مين؟ يناظر فيها إقبال. فيقول لك إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب، يعني موجب وايه وسالب، متأثر بالقضية الايه الكهربية. انما التوحيد ايجاب وايه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء. ليه؟ قال لك لان ما دام نفيت الالهة غير الله كأنك تخليت عن غير الله واوجبت الله، يبقى مفيش عندك ايه؟ يبقى بقول انما التوحيد ايجاب وايه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء، لا للنفي وإلا للإثبات، لا وإلا قوة قاهرة، فهما في القلب قطب الكهرباء. فهما في القلب ايه؟ قطب الايه؟ كأن الكهرباء تيجي ازاي؟ انك انت تيجي تسلب وتجيب، فالإيجاب في ايه؟ إلا، والسلب في ايه؟ وما دام فيه إيجاب وسلب يبقى فيه شرارة ولا لا؟ فيه ايه؟ الشرارة. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي دي أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله، أول صفة يجب أن تكون، لأن القدرة بعد الحياة والعلم بعد الحياة، تبقى كل صفة لازم تيجي بعدها ولا لا؟ لو كان عدم تيجي الصفات ازاي على العدم؟ الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي. إيه الحي دي؟ كلمة حي دي لما نسمعها يقول لك ما هو الحي؟ الحي ما يكون على صفة، الفلاسفة قاعدوا احتاروا في تفسيرها، ما يكون على صفة يستحيل معها أن لا يكون قادرا يدركها. ما دام هو على صفة مستحيل أن لا يكون مع هذه الصفة قادر ولا مدرك. طيب ادي تعريف برضه في الفلسفه كده ملفوفه كده. اما قال لك ايه؟ طيب واحد تاني يقول لك ايه؟ الحي هو الذي يكون على صفه تجعله مدركا ان وجد ما يدرك. تجعله مدركا ان وجد ما يدرك، يبقى لازم مدرك، كانه يعني بذلك الحياه ما يعلمه من حياتنا احنا، وما دوننا كأنه هو ما فيش فيه. يعني يقول له لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخرج المية، تقول الحياة أن يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب أن يكون التعريف كده. الحياة هي إيه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته. صلاحيته لمهمته. النبات ما دام تلاقيه بينمو كده ومرة يبقى فيه حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في ايه؟ لو انقطع خلاص ما عادش. زي الانسان لما يموت يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود ايه؟ لا حياة بس مناسبة ليه؟ مش حياة زي بتاعتنا. تيجي مثلا انت ترى المرو او اللي بنسميه احنا الزلط، الناعم الاملس ده، اتجده على مقدار واحد؟ واحدة قد كده واحدة قد كده واحدة قد كده وصغنة وكده. ايه دي؟ ده دليل على ان دي مراحل الزلطة. لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامرها انا لا اشك ان الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة وتقوم الثاني يقعد يكبر. لكن لما بنخرجه من الماء السكة الحديد خرج من ايه؟
خر من بيئته، وان كانت له صلاحيه توجد. ما فيش حاجه عند ربنا تنتهي نفاها ابدا. يعمل لنفسه مهمه ثانيه، نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف ايه ويجي ايه، يبقى له مهمه ايه؟